تخيل كده تكون اقوى واحد في العالم وتروح مدرسة سحرية بيحاول شوية من الطلاب يتنمروا عليك فيها. تخيلت؟ ده هتبقى مجزرة. يلا بينا نبدأ ليني. ده هو فاركوس، معروف بهزم الجبابرة واقوى ملك شياطين على وجه الارض. بعد هزيمته لكل حكام العالم حس ان العالم بقى فاضي وبقى كل اللي عاوزه انه بس يتعرض للهزيمة، وده طبعا علشان الناس كلها بقت بتقول عليه وحش ومفيش حد راضي يصاحبه. وعلشان كده قرر فاركوس انه يعمل تعويذة تنقله لجسم تاني، ولكن بعد آلاف السنين، على امل انه يعرف يكون صداقات في حياته الجديدة وقتها. وبالفعل بعد مرور 3000 سنة بيتولد فاركوس في عائلة مسالمة. العائلة بتسميه أرض وبيكونوا مبسوطين بيه جدا، وأرض في وقتها بيكون فرحان بولادته الجديدة وبيقرر انه هيكون صداقات في الزمن ده. وبالفعل بعد وصول أرض ل10 سنوات بتحتفل عيلته بعيد ميلاده وبيسألوه هو ناوي يعمل ايه في حياته الفترة اللي جاية. أرض بيبتسم كده وبيقرر يكون صداقات كتيرة وقتها. بيطلع من البلكونة بينده على شوية عيال كده علشان يصاحبوه، بس العيال ما بتحبش طريقته وبتمشي وتسيبه. أرض اتصدم، قال هو انا عملت ايه غلط؟ ايه اللي خلاهم يبعدوا عني؟ انا هحاول تاني. وبالفعل راح استخبى في جنب كده علشان يتعرف على شوية بنات ماشيين، بس هو واقف حس ان قلبه بينبض بسرعة جدا، بطنه وجعته وحس بالاحراج، والبنات شافته في موقف لا يحسد عليه. بعدها البنات طلعت تجري منه، بس أرض ما استسلمش ونده عليهم على اساس يرضوا صاحبوه كده، ولكن طريقة كلامه كانت وحشة جدا وده خلى البنات تخاف منه وطلعت تجري. وقتها أرض اتعصب وراح على الغابة وقعد يدمر فيها، وقال بالرغم من اني بقيت في هيئة بشري محدش يعرفه الناس برضه لسه بتخاف مني، اكيد في حاجة لازم اعملها. وبالفعل وأرض رجع على بيته وبيقابل العمدة أورهايدو صاحب لابوه وامه، والعلاقة ما بينهم كويسة. أرض بيسأله وبيقول له ما تعرفش طريقة اكون بيها اصدقاء بسرعة؟ العمدة بصله كده وقال له عندي. أرض اتحمس وقال له بالله عليك قول لي بسرعة. العمدة قال له علشان تصاحب حد لازم تتعامل معاه بطيبة واحترام، والا ما حدش هيرضى يكلمك. أرض فهم كده واتحمس جدا. العمدة بيكمل كلامه وبيقول له بنتي ولسه ما كملش، وكان أرض قال له انا هروح اتبع نصيحتك وهروح احاول اكون اي صداقات مع اي حد. وطبعا أرض راح علشان يعمل زي ما العمدة قال له، ولكن برضه طريقته ما كانتش كويسة لسه. كل لما بيروح لحد ما بيرضاش يصاحبه والكل بيسيبه ويمشي. هنا أرض اتعصب جامد، راح على الغابة علشان يفك عن غضبه. بيحرق له شوية حيوانات مفترسة كده، ولكن برضه لسه متضايق. أرض بيسمع صوت بنت بتزعق بأعلى صوتها بتقول انا بكرهك. بيروح أرض على مكان الصوت علشان يشوف في ايه، بيلاقي بنت صغيرة بتحارب في وحش سحري قدامها. بيتفرج أرض عليها وبيعرف انها متعصبة هي كمان وبتفك عن غضبها زيه. البنت بتعمل تعويذة على الوحش وبتخلص عليه. بتشوف أرض وهو واقف وبتقول له بتعمل ايه هنا؟ أرض بيحاول يتعامل معاها بلطف زي ما العمدة قال له. البنت وقتها بصت له كده وما فهمتش هو عاوز ايه. أرض قال لها بصوت خفيف كده ممكن نبقى اصحاب؟ البنت بصت له كده وقالت له اصحاب، وكان باين على صوتها انها مش مرتاحة. أرض في وقتها قال دي اول مرة حد يرد عليا، انا لازم اكمل علشان تبقى صاحبتي. أرض قرب منها فعلا وبدأ يقول لها انت فيكي حاجات كتيرة زيي، تعالي نبقى اعز صحاب. وكل ده والبنت ساكتة ما بتردش، لحد لما البنت بتتعصب وبتقول له انت واحد مقرف وبتسيبه وتمشي. ولكن كانت عينيها مليانة دموع. رجعت على ابوها واللي اتضح ان هو العمدة أورهايدو. يا ما حسن الصدف والله. أرض بيرجع على البيت وبيقول للعمدة انا عملت بكل نصايحك بس مفيش حاجة نفعت. لسه ما كملش الكلام وبيشوف البنت اللي لسه رافضاه، بيقول في باله اكيد دي مش صدفة، لا هي لازم تكون صديقتي. وبالمناسبة البنت دي اسمها إيرينا. المهم أرض كل يوم بيفضل يحاول مع إيرينا علشان تكون صديقته، ولكن كانت رافضاه رفض نهائي. وده طبعا كان بسبب مشاكل حصلت لها قبل كده وخلتها وحيدة ومنعزلة عن كل اللي حواليها. بس أرض ما بيزهقش وبيعمل خطط كتيرة علشان يصاحبها، بيغني لها ويقول لها شعر، ولكن كل حاجة مش نافعة معاها. أرض بيقول في باله انا مش هستسلم برضه. بيرجع على بيته وبيدور على خطة جديدة، ولكن وهو في البيت بيسمع ناس بتصوت في الشارع وبتقول وحوش هجمت علينا. بيطلع بره وبيلاقي ابوه بيحارب في الوحوش دي. العمدة هو كمان بيجي ويقول لهم إيرينا في الجبل وما رجعتش من لما راحت. أرض قلق عليها، قال العمدة ما تقلقش انا هرجعها من غير ما يحصل لها حاجة ان شاء الله. استخدم أرض سحر الطيران وراح علشان يلحقها. في الوقت ده إيرينا كانت محاصرة من قبل الوحوش وكانت خايفة جدا. الوحوش بتستهزأ بيها وبتقول لها هنقتلك. إيرينا في وقتها رمت السيف من ايديها وقالت لهم هي كده كده حياة مملة، اعملوا اللي انتم عاوزينه. ولكن كانت في منتهى الرعب والخوف وقتها. الوحوش بتهجم عليها فعلا وكانت خلاص هتقتلها، ولكن في اخر لحظة بيتدخل أرض وبيحميها من كل الغيلان. بيبص كده أرض على القائد بتاعهم وبيقول له انا مش من عادتي ان اتنمر على الضعيف اللي زيك، لو مشيت دلوقتي مش هيحصل لك حاجة، ولكن لو فضلت واقف فيا ويلك ويا سواد ليلك.
الوحش اتعصب كده وامر 2 من اتباعه يهجموا عليه، بس ببصه واحده منه الوحشين اتدمروا. القائد وقتها اترعب، راح علشان يهرب منه. بس انت رايح فين يا معلم؟ بوم بيخلص عليه هو كمان. بعدها بيروح ارضه على ايرينا، بيقول لها انت كويسه؟ بتقول له ايرينا انت جيت ليه؟ انا عاوز اموت، انا وحيده ومعزوله ومفيش حد بيحبني. ارض بيقول لها لو سمحتي ما تقوليش كده، انا ممكن اكون معرفش اللي حصل معاكي بالظبط، بس انا عارف الالم اللي بينتج من الشعور بالوحده. انا بجد حابب اكون صديقك للابد يا ايرينا. ايرينا بتتاثر بكلامه وبتقول له يعني انت مش هتخوني زي بقيه الناس؟ ارض بيقول لها استحاله. بتقول له هتفضل صديقي لحد اخر يوم في حياتي؟ ارض بيقول لها معاكي على طول ان شاء الله. بتوافق ايرينا على الصداقه، وهنا كان اول انتصار لارض بعد ولادته الجديده. جمال جمال والله. بعدها بتعدي السنين وبيكبر الاتنين، وبيجي وقت التحاقهم لاكاديميه السحر، وهنا بتبدا حلاوه الانمي. بيقدموا هما الاتنين على الاكاديميه وبيقعدوا مع المدير، وهم قاعدين بيقول لهم المدير على الامتحانات وانهم لازم يعدوا امتحانين، امتحان كتابي وامتحان تاني بيقيس طاقتهم السحريه. وبالفعل بيتعمل الامتحان فعلا والنتيجه بتبان. ايرينا بتكون من اوائل الناجحين واسمها في الاول، وبعد ما شافت اسمها كانت في قمه الانشكاح والسعاده. اما ارض فكان بيبص على اسمه ومش لاقيه خالص، فين وفين لما لقى اسمه وكان تحت خالص، ولكن كانت درجاته صفر. الواد وشه قلب وقال هو انا ما ذاكرتش كويس ولا ايه؟ وهنا بيجي المدير وبيبارك لهم على نجاحهم هما الاثنين. لا ومش بس كده، ده بيهني ارض على اجاباته وبيقول له ان اجاباته صح اكتر من نموذج الاجابه الاصلي، يعني بمعنى الكلام احنا عطينا لك صفر علشان مش عارفين نكتب لك ايه يا ابني والله. وبينادي المدير على باقي الطلاب وبيقول لهم انتم محظوظين علشان هتدرسوا مع العبقري ده. ارض بيقول يا عم اهدى يا عم، انا مجرد كروي عادي. ولكن اللي ما يعرفوش ارض ان ابوه وامه كانوا بطلين قبل كده، وهم اللي قتلوا تنين عملاق كان بيهدد المملكه في الماضي. يعني من الاخر كده عيلته طلعت جامده اخر حاجه. كنت عاوز تعيش في عيله عاديه يا عم؟ طب البس. المهم بعدها بيروح ارض وايرينا على الفصل، الطلاب كلهم بيتلموا حواليهم والمعجبين بقوا في كل حته، وزي ما في معجبين في برضه ناس ما بيكونش عاجبها الوضع. المهم هما في الفصل بيسمعوا ولد بيزعق لبنت، بيقول لها انت مفيش منك اي فايده، وبيضربها بالقلم قدام الفصل كله. ارض شافه ولسه رايح يتكلم وبيلاقي ايرينا بتقول له انت بتضربها ليه؟ انت انسان مش محترم على فكره. الواد بص لهم كده وقال لهم دي خدامه عند عيلتي، طاقتها السحريه ضعيفه جدا واكيد اغوت لها حد علشان تدخل المدرسه هنا مش اكتر. ارض بعد ما سمع الكلام اتعصب، قال له اعتذر لها. الواد قال له لا، لو عاوزنا اعتذر لها لازم تفوز عليها في نزال 1-1. ارض لسه هيوافق وبيلاقي ايرينا بتقول له لا ما تقبلش التحدي يا ارض، ده واحد من اقوى السحرة في المملكه ويمكن يكون اقوى من المدرسين هنا حتى. ولكن فجاه وهي بتتكلم بتدخل عليهم اوليفيا مدرسه الفصل اللي هم فيه. ارض بيسمعها وبيترعب، بيقول ده صوت اوليفيا اللي جابها هنا. واتضح ان اوليفيا دي كانت قائده في قوات فاركوس ايام غزواته. ارض بيقول في سره هي اكيد عرفتني وجايه هنا علشان تعاقبني علشان سبت مسؤولياتي واتولدت في الزمن ده. ولكن اوليفيا لسه مش عارفاه اصلا. بتروح عليه وبتقول له انت عامل المشاكل في الفصل بتاعي من اول يوم. ارض بيقول لها انا اسف. اوليفيا بتقول له انا عاجبني حوار النزال اللي هيبقى ما بينك انت والولد ده، يلا بينا علشان تبداوا النزال وانا هتفرج. شكلها هتولع يا معلم. بدا النزال ما بين الاتنين فعلا. الواد بيستفز ارض بالكلام وبيقول له جهز علشان هخلص عليك. هجم عليه فعلا ولكن بدون اي فايده. ارض ما اتحركش من مكانه ولا تهز منه شعره. الواد قال له ده انا اوريك اللي عندي بقى. ارض بيقول له يا ريت والله علشان ما نمشي منك. الواد اتعصب وعمل تعويذه قويه جدا بيضرب بيها ارض وبيسميها لهب جيجا. ارض اتصدم وبيقول له انت مفكر التعويذه دي لهب جيجا؟ دي مجرد نار عاديه يا ابني، لو بتستظرف فبلاش تتساهل وقاتل بجديه. الكل كان واقف مظلوم من قوه ارض واللي بيحصل مع الولد ده. الواد بعد الكلام كله اتعصب على اخره، جمع كل قوته وملى المكان كله نار، بس كله ما اثرش على ارض ولا خلاه يتحرك من مكانه. وقال له تعالى بقى وانا اوريك لهب جيجا الحقيقي. ارض بيعمل تعويذه بتهز المكان كله، الكل واقف مبهور من قوه التعويذه. الواد بعد ما حس انه مش هيعمل حاجه استسلم وقال له انا اسف اني اتحديتك اصلا. وهنا كانت ايرينا وجيني في قمه السعاده، وبالمناسبه جيني هي البنت اللي كان بيتنمر عليها. بعدها بيروح ارض على الواد وبيقول له ما عدتش تتحدى حد انت مش قده، فبيسيبه الولد وبيمشي. ولكن بعد ما بيمشي بتروح اوليفيا على ارض بتقول له انت عملت تعويذه تانية علشان تحمي الولد مع تعويذه جيجا صح؟ ارض بيقول لها ايوه علشان الولد ما يتبخرش منها. اوليفيا بتقول له يعني انت عملت تعويذتين في نفس الوقت؟ العيال كلها اتصدمت واتضح ان التعويذ المزدوجه مهاره مفقوده في الزمن الحالي. وهنا اوليفيا بدات تشك فيه، قالت له هيجي يوم واعرف كل اللي انت مخبيه، وبعدين سابته ومشت. وتاني يوم بتجمعهم اوليفيا علشان ينزلوا يتدربوا في الدماس. والدماس ده عباره عن عده طوابق، كل طابق فيه مجموعه من الوحوش واقواهم هو زعيم الطابق.
الطابق. طلبت من الطلاب تكوين فرق، كل فرقة فيها 3، وده علشان يساعدوا بعض في محاربة الوحوش وكده يعني. وكانت مهمتهم انهم يجيبوا جلد ذئب سحري وبس كده، دي المهمة. المهم بعد ما بدأ التدريب كل الطلاب كانت عاوزة تروح مع أرض علشان يحميها وكده، ولكن إيرينا اختارت جيني وطلبت منها انها تروح معاهم. في الأول جيني كانت مكسوفة ولكن في الآخر وافقت. دخلوا فعلا، وأول ما دخلوا هجم عليهم مجموعة من الذئاب. أرض وإيلينا خلصوا عليهم بضربة واحدة، وجيني كانت بعد ما شافت الذئاب خافت منهم وقعدت تعيط. إيرينا بتحاول تشجعها بس البنت ما عندهاش ثقة في نفسها، وده طبعا بعد تنمر الولد عليها هو واصحابه. أرض بصلها كده وقال لها ايه رأيك اعلمك السحر؟ جيني قالت له انا هكون عائق عليك مش اكتر. أرض قال لها انا لسه قدامي كتير علشان اتعلمه، بس اسمحي لي اخد بايدك للطريق الصح. جيني وافقت وبدأ يعلمها السحر، وبدأت انها تتطور، ولكن طاقتها السحرية كانت قليلة جدا. بعدها أرض بتيجي في باله فكرة وبيبتكر تعويذة علشان تساعدها، بيعملها فعلا وبتنجح التعويذة انها تقضي على الذئاب. جيني وإيرينا انبهروا، قال لهم أرض ده السحر النصي. إيرينا بتقول له ايه السحر ده، انا عمري ما سمعت عنه. قال لها أرض ما ده اكيد انا لسه مبتكر التعويذة دلوقتي. العيال اتصدمت منه. قالت له إيرينا انت جامد كده ازاي، انت مفيش منك حبتين في السوق. أرض قال لهم فكوكم من الكلام ده دلوقتي واحفظوا نص التعويذة. علمها لهم فعلا وبدأوا يطبقوها. شوية ذئاب هجمت عليهم تاني، ولكن جيني المرة دي قدرت انها تتخلص منهم. البنت فرحت جدا وراحت على أرض وحضنته من دراعه، وكانت وقتها في قمة السعادة. إيرينا اتغاظت منها كده ومسكت في دراع أرض التاني، وده اللي خلاهم يقعوا في فخ كده ونزلوا على زعيم الطابق. والعيال وقتها اترعبت كده. أرض بيطمنهم وبيقول لهم كويس علشان تتعلموا ازاي تستخدموا السحر النصي في القتالات. العيال بتبص عليه كده وشايفه الوحش هيقتله، ولكن ده أرض يا ابني بيصد ضربته بصباع واحد، وبيقول لهم اهم حاجه لازم تخلي مسافه ما بينك وما بين خصمك. تاني حاجه تعمل التعويذه على قد ما تقدر علشان تخلص على الوحش. إيرينا وجيني واقفين مصدومين من قوه أرض. الوحش خلاص فاضله الضربه وهيموت. أرض بيطلب من جيني انها تخلص عليه. جيني بعد ما سمعت الكلام كانت عاوزه تقتله، ولكن ثقتها كانت مهزوزه جدا في الوقت ده. أرض شجعها وقال لها جه الوقت اللي فيه لازم تختاري طريقك، لا اما تعيشي شجاعه وتقتلي الوحش، لا اما تكوني جبانه طول عمرك. جيني اتحمست وقامت على الوحش وعملت عليه التعويذه بكل قوتها. الوحش بينضرب من جميع الجهات، وهنا الوحش اتهزم، وجيني في وقتها اتخلصت من خوفها. بعدها بتروح إيرينا عليها وبتحضنها، وبيكون الاتنين في قمه السعاده. بيطلعوا من الدماس وبيعطوا الاجزاء لاوليفيا، واللي كانت مبهوره بأرض واللي بيعمله. وطبعا أرض حاول يتوه كالعاده، ولكن كانت شاكه فيه. وفجاه بيتكلم نفس الولد اللي هزمه أرض قبل كده، بيقول على جيني دي اكيد عطلتك مش اكتر، ولا انت نجحتي تغويه هو كمان يا جيني. وقتها اتعصبت جيني وقالت له انا هسامحك لو بتشتم فيا او تضربني، ولكن مش هسيبك تغلط في أرض قدامي. وشكلها وقعت في حبه يا معلم. الواد استفزها في الكلام اكتر، فهوب رزعته جيني بالقلم على وشه. لسه رايح يقوم وبيلاقي إيرينا بتركب له بتاع كده في دماغه، وبتقول له علشان تحرم تعمل كده تاني. أرض عجبه الكلام وبص عليهم هما الاتنين وقال ده شكلها هتلعب يا معلم. وبس لحد هنا بيعتزل اللي فات بعد ما قدر أرض وإيرينا وجيني انهم يقتلوا زعيم الطابق في الدماس، وقدموا البواقي منه لأوليفيا، وبعدها شكت في أرض اكتر. وبيبدأ الجزء التاني بقى مع المدير، وهو بيكلم أرض بعد ما شكرت أوليفيا في قوته وقالت له انه طالب جامد اخر حاجه وبتاع. المهم المدير بيطلب من أرض الاشتراك في مهرجان كده تبع المملكه بتاعتهم، بيبقى فيه شويه قتالات كده والمملكه كلها بتتفرج عليه. يعني من الاخر كده عاوز أرض يشارك في المهرجان ده ويستعرض مهاراته في السحر وغيره علشان يكسب المدرسه شويه فلوس، بالاضافه انه يرفع سمعه المدرسه كلها. المهم أرض بيرفض طلب المدير، وده بسبب انه مش عاوز يستخدم سحره قدام أوليفيا او عاوز يتشهر قدام الناس علشان حياته تكون هاديه وعاديه مش زي قبل كده. ولكن المدير بيفضل يتحايل عليه اكتر لحد لما أرض بيقوله خلاص هفكر في الموضوع. المدير بعدها فرح كده وقال له مستني رد كويس منك. بعدها بيمشي أرض، وقابلته جيني كده في المدرسه وطلبت منه انه يخرج معاها في موعد غرامي. الله ده شكلها هتلعب يا زميلي. أرض قال في باله انا لازم ارفض علشان ما يحصلش مشاكل وبتاع، ولكن بعد ما شاف نظرات جيني ما قدرش غير انه يوافق. وفجاه وهم واقفين بتدخل عليهم إيرينا وبتقول لهم انها هتروح معاهم هي كمان، وفعلا بيوافقوا. شكلها هتلعب فعلا ولا ايه؟ المهم بيروحوا هما الاثنين على موعدهم والدنيا اخر روقان، بيتفرجوا على مسرحيه كده وبعدها بيطلعوا علشان يروحوا على مطعم. ولكن وهم في الطريق بيسمعوا شويه من الناس بتتكلم على تدمير المملكه. أرض بيركز معاهم كده وبيقول للبنات انا اسف بس انا هلحقهم دلوقتي. البنات بتقول له معاك في اي حاجه بتعملها يا باشا. راحوا معاه اتسحبوا نزلوا كده ورا المجرمين، بصوا عليهم كده لقوهم بيعملوا تعويذه كبيره جدا. أرض بيقول هو كده يعني خلاص انا فهمت، ولسه ما كملش الكلام ولا شويه من المجرمين وراه وبيقولوا له وقعت في الفخ يا معلم. أرض كمل ماشي كده ولا كانه سمعهم وقال لهم عاش عليكم والله، بس مش خايفين على
نفسكم ولا ايه؟ واحد من المجرمين اتعصب وعمل تعويذه ولعت في ارض وكان في قمه السعاده على اساس ان كده خلص عليه ولا حاجه، بس انت عبيط، ده ارض يا ابني. ارض بيبص له كده وبيضحك، بيتخلص من النار بتاعته بكل سهوله. الراجل اتصدم. بعدها ارض فجر الجدار اللي عليه التعويذه اللي هم عملوها، وبعدين عمل تعويذه برق وقعتهم كلهم على الارض الا شويه منهم كانوا واقفين بالعافيه. ارض بيقول لهم والله انا سبتكم واعيين علشان تحكوا لي عن سبب الكمين ده، بس لو مش عاوزين فهخلص عليكم دلوقتي. قائد اللصوص قال له انت وحش بس مش هتقدر عليا. بيستخدم قائد اللصوص اخر ما تبقى له من طاقه وبيتحول لشيطان. إيرينا وجيني اترعبوا بس ارض ولا هنا. بيستخدم الحرامي تعويذه وبيطير فوق علشان يهرب بيها، بس على فين يا معلم؟ ارض وراك. بيطير ارض وراه فعلا علشان يلحقه، وبعد ما بتشوف إيرينا وجيني ارض وهو طاير بينبهروا منه اكتر، واللي اول مره يشوفوا انسان بيطير اصلا. بيعمل ارض تعويذه بيحرق فيها الشيطان ولكن ما كانتش كافيه للقضاء عليه. بيطلع الشيطان من الحفره وبيروح على بنت صغيره كده ويخطفها. الناس شافت الشيطان وكانت في قمه الرعب وقتها. ارض بصلهم كده وقال يبقى ما فيش غير طريقه واحده علشان يهدوا. نادى للناس كلها باعلى صوته وقال لهم انا ارض ميتيور ابن الساحر العظيم جاك ميتيور، هخلص على الشيطان ده فما حدش يقلق. الناس انبهرت. الشيطان بيقول له تخلص على مين يا ابني؟ انت مش شايف ان معايا رهينه ولا ايه؟ ارض بيقول له هي فين دي يا اسطى؟ الشيطان انصدم واتضح ان ارض ما عملش تعويذه تحرق الشيطان ولا حاجه، ده عمل عليه تعويذه وهم علشان يقدر يحرر اي حد هيخطفه. ده كده عظمه على عظمه قوي. المهم الشيطان بيطلع يهرب من المكان، بس على فين يا ابني؟ بيعمل ارض تعويذه بتمحيه من على وجه الارض. بعدها بينزل وبيطمن اهل البلده كلهم وبتشكره الام على انقاذ بنتها، فبيقول لها ارض لا ولا يهمك. وبتيجي جيني وإيرينا على مكان ارض، بيلاقوا الناس كلها بتحتفل بيه وكان مشهد جميل جدا الصراحه. المهم بعدها بتعرف الملكه باللي حصل، بتطلب ارض والفريق بتاعه علشان تكافئه. بيروحوا فعلا وبتكون الملكه في قمه الجمال والتفهم، وبتكون إيرينا صديقه للملكه من زمان فبتتكلم براحتها قدامها يعني وكده. الملكه في الوقت ده بتقول انها تكافئ ارض وتديله لقب ساحر من فئه خماسيه، وده يعتبر افضل الالقاب في المملكه. بس ارض بيفكر في حاجه تانية، بيرفض طلب الملكه وبيقول لها لو سمحت انا عندي طلب تاني. الملكه بتقول له اتفضل. بيقول لها ارض بدل ما اكون ساحر خماسي ممكن ترفعي ميزانيه المدرسه السحريه بتاعتي، وده طبعا علشان ارض ما يشاركش في البطوله ويخوض نزالات قدام اوليفيا، وعلشان هو مش حابب يتشهر اكتر يعني. بتفكر الملكه في الكلام وبتقول هو افضل الامتنان للمدرسه على انه ينال شرف الساحر الخماسي، انا لازم اكافئه اكتر. بتوافق الملكه على طلبه وبتقول انا هخليك ساحر من الفئه الخماسيه كمان فوق ده كله، وتبا لمن اعترض. وشكل ارض كان عاجبها ولا ايه؟ ارض اتصدم وقال في باله هي الدنيا جايه عليا كده ليه؟ وبتعطي الملكه لجيني وإيرينا القابهم كمان، وبعدين بيمشوا. بس من جانب تاني كان مجموعه تانيه من اللصوص اجتمعوا علشان ينفذوا خطه جديده. بيقولوا ابن الساحر طلع قوي بشكل مرعب، بس مهما كان قوي مش هيقدر يتغلب عليها، وبيخلص اليوم على كده. بعدها بفتره شعبيه ارض زادت جدا في المدرسه، وبقى كل شويه بنت تعترف له بحبها، وده علشان مهاراته اللي ابهرت المملكه بالكامل. بس كل ده كان بيغيظ إيرينا اكتر. بتروح على ارض وبتمشي البنت اللي معاه، بعدها بتبص له بقرف كده وبتسيبه وتمشي. وكان في نفس الاثناء مدير المدرسه زعلان علشان ارض رفع ميزانيه المدرسه، وبعت له جواب انه مش هيشارك في المهرجان. ولكن كان في مدرسه جديده كده اسمها جيسيكا، قالت له ما تقلقش يا مدير انا هتصرف. في نفس اليوم بالليل حصل المشكله مع جيني وإيرينا، وهما الاثنين اتخانقوا على مين بتحب ارض اكتر. المهم انتهت الخناقه بان الاثنين هيتحدوا بعض، ولكن ارض ما وافقش وقال لهم لازم تعتذروا لبعض دلوقتي. الاثنين قعدوا على الارض ووافقوا انهم هيعتذروا لبعض، ولكن فجاه المدرسه جيسيكا بتدخل عليهم بتقول تعتذروا ليه؟ ما تشاركوا في المهرجان وتتنافسوا هناك وخلونا نشوف مين اللي هتكسب هناك. وده كان كله من تخطيط جيسيكا وشكلها ناويه على حاجه مش تمام. المهم الاثنين بيوافقوا فعلا. بيبدا المهرجان والنزالات بتبدا. ارض واوليفيا بيتفرجوا من المدرجات. العمدة وعائلة أرض بتحكم على القتال. القتالات بتكون عادية جدا لحد لما إيرينا بتدخل بتعمل تعويذة قوية بينبهر منها الجمهور كله. بتقابل جيني وهي راجعة وبيتفقوا يتقابلوا في النهائي، وفعلا بتفوز جيني وإيرينا في كل النزالات بتاعتهم وبيوصلوا هما الاثنين للنهائي. هنا المعركة الحاسمة بيجهز الاثنين علشان يتواجهوا فعلا، ولكن فجأة بيقوم واحد من الأشرار وسط الجمهور بيتحول لشيطان هو ومجموعة كانوا قاعدين وسط الناس. المكان كله بقى في حالة يرثى لها، وبيكون في مجموعة من الشياطين بره القاعة وبيدمروا في المملكة وشكلها هتولع دلوقتي. بتروح جيسيكا تجمع الكل وتقسمهم علشان كل شويه يواجهوا مجموعه من الشياطين. بيطلع ارض واوليفيا علشان يقتلوا اللي بره في المملكه، وبتفضل جيسيكا مع إيرينا وجيني. هنا بدا القتال فعلا. جيني وإيرينا واقفين بيحموا بعض وبيقتلوا في الشياطين، اي حد بيقف قدامهم بيموت، لحد لما فجاه بيظهر لهم وحش ازرق كبير وقوي جدا. بيحاولوا الاثنين يعملوا معاه تعويذه بس مفيش حاجه بتاثر فيه، لحد لما بيدخل العمده اورهايدو بيحميهم الاثنين وبيعمل تعويذه رياح قويه على الوحش بتخلص عليه نهائي. إيرينا بعد ما شافت ابوها كانت في قمه
السعادة. ولكن فجأة بتظهر جيسيكا من ورا العمدة وبتدخل ايديها في صدره. العمدة وقع على الارض وبيجيب دم من كل ناحية. إرينا بتروح على ابوها اللي مغمى عليه. جيني بتسأل جيسيكا ليه عملت كده. البنت بتقول لهم للاسف انا مش جيسيكا، واتضح ان كل ده كان من تخطيطها علشان تخطف إرينا. جيني بعد ما بتعرف بتحاول توفر وقت لإرينا علشان تهرب، بس البنت كانت قوية جدا، بتضرب جيني وبتروح علشان تقتلها. وقتها بتتعصب إرينا وبتجري عليها علشان تحمي جيني. بتقول لها لو اذيتي حد من اصدقائي هبلع لساني واموت هنا، وده هيبوظ خططك. البنت قالت لها لا خلاص، ضربت إرينا وخلتها يغمى عليها، وبعدين طلعت جناحاتها واخدت إرينا وطارت. واتضح ان البنت دي اسمها إلزا وملقبة بملكة التنانين. وجيني بعد ما إرينا اتخطفت قعدت تعيط وكانت في قمة الحزن. وبس لحد انتهى الجزء اللي فات بعد ما تم اختطاف إرينا من قبل ملكة التنانين إلزا، وبعدها جيني عيطت وكانت في قمة الحزن. وبيبدأ الجزء الثاني بقى مع العمدة والهايدو وهو في المستشفى، بيفوق على تعويذة سحرية بتعملها الممرضة علشان تعالجه. أرض واقف جنبه وبيقول له ايه اللي حصل. العمدة بيقول له إرينا اتخطفت. أرض اتعصب، قال له مين خطفها؟ العمدة قال له ملكة التنانين إلزا. مدير المدرسة بيقول دي وحش مرعب حاول تدمير العالم قبل كده. أرض بيقول مهما كانت قوتها هرجع إرينا منها بالعافية. جاك بص الأرض كده وقال زي ما أنا متوقع من ابني. أخد العمدة أرض على خزينة المملكة وقال له اختار اللي أنت عاوزه من أسلحة أو أي حاجة أنت عاوزها. أرض استغرب كده في الأول بس قال له تمام، ولكن كان جاك بيقول للعمدة أنت مش هتقول له على حقيقة إرينا ولا إيه؟ العمدة قال له مش هخلي إرينا تخسر الصديق الوحيد اللي هي كونته. ومن ناحية تانية بتكون إرينا بتحلم بأرض بعد أول مرة اتعرفت عليه. بيسألها أرض عن حقيقتها وبتقولها له فعلا، ولكن بعدها بيختفي أرض من قدامها ولا كأنه كان يعرفها. إرينا بتندى عليه علشان يفضل معاها، وهنا بيخلص الحلم. بتصحى إرينا وبتلاقي نفسها مقيدة من كل حتة. بتكلمها إلزا وبتقول لها صباح الخير. إرينا بتقول لها أنت خطفتيني ليه وعاوزة مني إيه؟ إلزا بتقول لها أنت مش شايفة الوحش اللي وراكي؟ صح استني لما أوريهولك. واتضح إن الوحش ده اتصنع من بقايا الشياطين في الحروب القديمة، والوحش ده بيقدر يستدعي ملك للدمار من بعد تاني، ولكن لازم تضحية لحد من عائلة إرينا. واتضح إن إرينا من نسل الوحوش واسمها الحقيقي هو لافيل، ولكن علشان الناس ما تكرهاش وكده عايشة تحت اسم مستعار اللي هو إرينا يعني. بتتعصب إرينا وبتقول لها أرض هيلحقني منك. إلزا بتقول لها بس لو عرف حقيقتك هيسيبك ويبعد عنك. وقتها إرينا افتكرت الحلم، نزلت عينيها على الأرض وحست بالانكسار. إلزا بتجهز الوحش علشان خلاص ياكلها، وخلاص الدنيا كانت هتبوظ معاها. وقبلها بشوية كان أرض بيجهز علشان يروح لإرينا، أخد معاه كام سلاح كده وحذاء نفاث علشان يوصل على مكان إرينا بسرعة. ولكن وفجأة وهو ماشي جيني بتوقفه وهي بتعيط، بتقول له أنا آسفة علشان ما عرفتش أحمي إرينا، أنا واحدة ماليش لازمة أصلا. بيهديها أرض ويقول لها ما تقلقيش عليها أنا هرجعها، بس أهم حاجة ما تعيطيش أنت وجهزي لنا بس العشاء. جيني فرحت وودعها أرض وانطلق على مكان إرينا. في الوقت ده كان الوحش على وشك التهام إرينا، ولكن هوب فجأة بيتدمر الوحش. أيوة أرض وصل. إرينا بتبص على مكان أرض وكانت في قمة السعادة. بينزل أرض على الأرض وبيقول لهم مش هيطلع واحد منكم عايش من هنا. بيعمل 9 تعويذات مع بعض وبيفجر المكان باللي فيه. بيروح على إرينا وبيحررها. بتحضنه إرينا في مشهد من أجمل المشاهد الصراحة. بس أنت متخيل الموضوع خلص على كده؟ لا والله. بتتحول إلزا لنصف التحول الكامل وبتقول له هخلص عليك دلوقتي، بس قبل ما أقتلك أنت عارف أنت بتدافع عن مين؟ أرض بيقول لها إرينا صديقتي. إلزا بتضحك كده وبتقول له أنت ما تعرفش إن هي من العائلة الملكية صح؟ وما تعرفش كمان إنها من نسل الوحوش، يعني من الآخر كده أنت بتدافع عن وحش. إرينا في الوقت ده كانت في قمة الرعب، خايفة لا تخسر الصديق الوحيد اللي عندها بعد ما يعرف حقيقتها. بس أرض بيصدمها بكلامه، بيقول لها أنا مش فارق معايا إنها من نسل الوحوش أو لو كانت هي الوحش بعينه، أنا كل اللي أعرفه إنها ألطف وأشجع من أي حد أنا قابلته. أنا لما بشوفها بحس إنها بتنور وبتدي طاقة إيجابية، وفي الآخر واحدة زيك تقول عليها وحش؟ أنا مش هسامحك. إرينا كانت بتبص الأرض وعلى ملامحها جميع نظرات الحب والامتنان. إلزا اتعصبت بعد ما سمعت الكلام، بتضرب أرض بتعويذة قوية ولكن بيصدها برمحه. بتنزل إلزا على مكانهم ولكن أرض بيفعل سحر النار وبيفرتكها. إلزا اتحمست. أرض بيقول لها أنت مفكرة نفسك صعب تموتي صح؟ قالت له صح. أرض قال لها أنا هعرفك إن كل شيء في العالم قابل للتدمير بقى، وحدفها برمحه. الرمح أخدها وطار في الجو وانفجر. إرينا فكرت إنها كده خلاص انتهت، بس ده كان مجرد تسخين. بتتحول إلزا لتحول التنين الكامل، بتزعق بأعلى صوتها، بتقول لأرض هخلص عليك دلوقتي. بتضربهم بنفس تنين البرق بتاعها. أرض بيفعل تعويذة الحماية، بيقول لإرينا أنا بفضل ما تتفرجيش على المعركة من أول هنا. بيحرر أرض طاقته الروحية المختومة. بيطلع تمثال اسمه ليديا، بيفعل حماية ذهبية حواليهم. وبعدها بيقول أرض ليديا تعالي نرقص مع بعض شوية، ما رقصناش من زمان. وبالفعل بيمسك إيديها وبتتحول لسيف في إيده. إلزا انبهرت، بتقول لأرض أنت مين؟ أرض قال لها أنا مجرد
كروي عادي وهقتلك في ميدانك، يقصد السما يعني. إلزا بتقول له انت هبل، بتتحدى تنين في السما، انت اكيد عبيط. ارض بيقول لها هنشوف مين فينا العبيط دلوقتي. بدأ الاتنين في الهجوم على بعض. ارض بيعمل تعويذة قوية ولكن إلزا بتتفاداها. إلزا بعدها بتقتل ارض بمنتهى الوحشية. ارض بيقف في الجو كده وبيبص على إيرينا، بيسمعها وهي بتشجعه بتقول له هتخسر قدامها. وقتها ارض قال ما بدهاش بقى. ارض بيستخدم تعويذة بترجعه لهيئة ملك الشياطين، بتهجم عليه إلزا بكل قوتها بس بيرد لها الضربة بكل سهولة. إلزا بتقول ازاي ده حصل؟ ارض بيقول لها التحليل والفهم والسيطرة على مجرى القتال هو ده اسلوبي، وانا دلوقتي عرفت كل حاجة عنك. انت العالم نفاك لوحدك علشان تتعفني هنا، فعلشان كده عاوزه تدمريه. إلزا اتعصبت قالت له انا اول مره احس اني متغاظه كده. ارض قال لها ما لازم واحده زيك تتغاظ. ارض وإلزا بداوا في تجهيز اقوى تعاويذ عندهم. التعويذه كبيره جدا وبالشكل الدنيا هتتدمر. ضربوا هما الاثنين بعض ولكن تعويذه ارض كانت قويه جدا جدا وقدرت انها تدمر ملكه التنانين في ثواني. ارض بعدها بيكلم ليديا وبيخليها ترجع في روحه تاني. بينزل على إيرينا وكان باين انها قلقانه جدا بعد ما شافت قوته. بتعمل نفسها فرحانه وبتقول له يلا بينا علشان نروح. بتفكر مع نفسها بعد ما مشى ارض قدامها وبتقول انا لازم ابقى قويه علشان اقدر اقف جنب ارض بعد كده. وبيخلص اليوم على كده. بيتنقل بينا المشهد بقى البنت التانية بتحارب في وحوش في الدماس بقى لها 3 سنين كده. البنت دي بقى اسمها سيلفي وكانت من قوات فرفاتوس ايام مجده. المهم سيلفي بتقول انا كده خلصت تدريب ولازم اطلع اشوف العالم عامل ازاي. بتطلع فعلا وبتتصدم من اللي شايفاه. بتقول هو 3 سنين بيغيروا العالم كده؟ اكيد في حاجه غلط. لسه ما كملتش الكلام وبتلاقي واحد مقنع وراها بينادلها كده وبيقول لها عامله ايه يا قائده سيلفي؟ البت اتصدمت مين اللي عارفها ده وبينده لها باسمها. سيلفي بتقول له انت مين وعاوز ايه؟ بيقول لها هو انت كده وما اتغيرتيش من 3000 سنه برضه؟ سيلفي اتصدمت وقالت له 3000 ايه؟ الراجل قال لها انت ما تعرفيش ان السنه في الدماس ب1000 من بره ولا ايه؟ قالت له سيلفي عارفه، وكان واضح انها بتكذب. المهم سالته سيلفي عن اختها ليديا وعن الملك فرفاتوس. الراجل قال لها ملك الشياطين مات من فتره. سيلفي اتصدمت وقالت له ازاي ده حصل؟ الراجل كمل كلامه وقال لها هو حب يتهرب من شغله ومسؤولياته علشان كده عمل تعويذه نقلته في جسم واحد تاني اسمه ارض ميتيور. هو الراجل ده عارف الكلام ده منين؟ شكل الموضوع في ان المهم سيلفي بتتعصب من الكلام وبتقرر تروح تعاقب ارض. في الوقت ده كان المدير قاعد مع إيرينا وجيني وارض بيقول لهم على مهرجان المدرسه الثانوي وانهم مطلوب منهم يعملوا مسرحيه فيه. بيتفقوا على كل حاجه فعلا وبيقرروا يمشوا. ولكن قبل ما بيمشوا بيقول المدير لارض ان في رساله تهديد جايه لهم على جلد بشري، والرساله دي مبعوثه من واحد اسمه راس الغول ومكتوب فيها انه هيدمر المدرسه باللي فيها، والمدير عاوز ارض يحميهم لو حصل اي حاجه وكده. فبيقول له ارض تمام وبعدين بيمشوا. بيروحوا على الفصل ولكن فجاه هم في الفصل بتدخل عليهم سيلفي وبتسال على ارض. بتمسك الولاد واحد واحد وتساله هو انت ارض ولا لا، لحد لما اوليفيا بتدخل بتضربها على دماغها كده وبتقول لها انت ما عيلتيش بعد ال3000 سنه اللي قضيتيهم في الدماس برضه. في الوقت ده ارض حرك دماغه على انه موافق على الكلام، فشافته سيلفي وراحت عليه قالت له انت ارض ميتيور اعاده تجسيد ملك الشياطين صح؟ انت لازم تحكي لي كل حاجه حصلت وفين اخت ليديا وفين الوحوش والشياطين وانت رجعت نفسك ليه؟ ارض بيقول لها ده سوء تفاهم مش اكتر. سيلفي بتقول له انها اجرت ابحاثها وعرفت انه اعاده تجسيد لملك الشياطين. اوليفيا بصت كده وعجبها الكلام وشكل الدنيا هتبوظ على دماغ ارض. ارض بيقول لها ده مجرد سوء تفاهم مش اكتر. سيلفي بتقول له طب ايه رايك اواجهك واكسبك وبعدها تحكي لي؟ ولا ملك الشياطين بقى جبان بعد كل المده دي؟ ارض بدا يتضايق. بتغلط فيه كمان لحد لما إيرينا بتتدخل بتقول لها لو عاوزه تواجه حد فانا هواجهك بس ما تتكلميش مع ارض كده. سيلفي اتبسط على إيرينا وافتكرت اختها ليديا، فعلا في شبه كبير ما بينهم. سيلفي بتقول لها انت مين؟ إيرينا بتقول لها انا صديقه ارض الاولى والمفضله عنده. سيلفي قالت لها خلاص لازم تكوني صديقتي، ولكن إيرينا رفضت. سيلفي اتعصبت وقالت يبقى لازم اواجه ارض، واوليفيا عجبها الكلام وطلعوا علشان يتواجهوا فعلا. ولكن ارض قال في باله انا لازم اخسر علشان اقلل الشكوك اللي حواليا اكتر. بدا القتال ما بين الاثنين وكان واضح التفوق لسيلفي، ولكن عصبت ارض بالكلام وفي الاخر خسرها. اوليفيا حكمت بالانتصار لارض والمفروض كده النزال خلص، ولكن سيلفي قامت وقالت انا ما خسرتش لسه. عملت تعويذه جديده وطلع منها سيف عملاق. ارض بيزعق وبيقول لها ما تستخدميش السيف هنا، بس البنت ولا هنا بتهجم على ارض بكل قوتها، وارض بيفعل حاجز الحمايه وبعدها بيتعصب بيعمل تعويذه قويه، ولكن وقتها بتوقفهم اوليفيا. بتزعق وبتقول لسيلفي بص حواليكي كده، السيف اللي معاكي ده بيطلع السم مع نبضاته، وده خلى كل اللي في المكان يشم السم ده ويتعبوا. سيلفي واقفه مصدومه من اللي عملته
عملته. بتزعق وبتقول ده كله بسبب ارض. لسه ما كملتش الكلام وبتلاقي إيرينا بتضربها على دماغها، بتقول لها لازم بعد ما تغلطي تعتذري من اللي حواليكي، والا كده هتكوني ملكيش لازمه ومحدش هيحبك. سيلفي بتبص على إيرينا كده وبتفتكر كلمات ليديا اختها، بتعيط وبتقول لها انا اسفه ما كنتش اقصد والله. ارض هو كمان بص على إيرينا وحس انها شبه ليديا بدرجه كبيره فعلا. المهم رجعوا على الفصل وبدا ارض يعرفهم بالمهرجان وايه اللي المفروض يعملوه كده، ووزعوا الادوار على بعض والدنيا بقت اخر روقان. ولكن كان الرجل المقنع واقف بيتفرج على ارض من بعيد، بيفكر في الخطه اللي عاملها علشان يقتله، وشكل الدنيا هتولع. تاني يوم بيبدا المهرجان في المدرسه، بيروح ارض مع إيرينا على المحلات يتفقدوها. قال ايه بيعملوا دوريه حمايه للمدرسه يعني، وكان واضح ان إيرينا مبسوطه جدا وهي مع ارض. ولكن فجاه هم واقفين بيسمعوا صوت انفجار جاي من قدامهم، بيروحوا على المكان وبيلاقوا سيلفي رافعه السيف على انسان وبتهدده بيه، وبتقول له ايه اللي جاب شيطان هنا. ارض بص لها كده واحبط لما شافها، بيسالها ويقول لها انت بتعملي كده ليه؟ سيلفي بتقول له علشان الراجل ده شيطان، اي حد عنده عين زي عينه بيكون شيطان. الراجل في الوقت ده كان مرعوب وبيقول لها والله انا انسان عادي. بتقول له سيلفي لا انت شيطان، والواضح انها عبيطه جدا. المهم بتيجي اوليفيا وبتوضح سوء التفاهم اللي حصل، وبتقول لها ان ده صاحب مطعم هي كانت شغاله معاه، وبتاكد لها انه انسان طبيعي يعني. سيلفي وقتها بتعرف غلطها وبتزعل، ولكن إيرينا بتقترح عليها تنضم معاهم في المقهى فبتوافق. واثناء ما ارض كان واقف مع اوليفيا وإيرينا كان بيسال عن الشجره اللي قدامهم علشان هو حاسس بطاقه غريبه فيها. قالت له اوليفيا ده سر ما ينفعش اتكلم فيه حتى معاك، ولكن الشجره دي ليها علاقه بمنافسه السيوف اللي هتقام بكره، وبالمناسبه انا قدمت فيها. ارض قال لها طب ما كده المنافسه معروف مين اللي هيفوز فيها. اوليفيا قالت له لا ما انت كمان هتشارك. ارض بيقول لها بس انا ما بحبش استعرض القوه قدام الناس. اوليفيا بصت له كده وقالت له هتشارك برضه ولا تصرف في الموضوع كده؟ قال لها ارض خلاص هشارك، وشكلها ماسكه عليه زله ولا ايه. المهم بتفقد ارض المقهى وسيلفي واللي بتعمله، ولكن كالعاده بتبوظ كل حاجه بتعملها. البنت دي مش نافعه في حاجه والله. المهم بيدخل ارض على المقهى بعد دعوه البنات ليه، والواضح جدا ان البنات كلها معجبه بارض. الواد وشه قلب الوان كده من الاحراج، ولكن إيرينا بتدخل في الوقت ده وبتبعدهم عن ارض. بتقابلها جيني وبتقول لها انت مفكره ان ارض بتاعك لوحدك ولا ايه؟ احنا كمان عاوزين نخدمه زيك. إيرينا بتتعصب وبتقول لها مش هسيب ارض لحد تاني ولو على جثتي يعني. وبيبدا الاثنين يتخانقوا تاني على مين بتحب ارض اكتر، فبيقرروا ينضموا لمعركه السيف، واللي هتفوز فيها هتاخد ارض ليها. المهم بتبدا معركه السيف اخيرا، بتدخل إيرينا على المعركه وبتفوز بسهوله، وكذلك ارض واوليفيا. بيجي دور جيني واللي هتنافس منافس قوي جدا، وبتكون جيني على وشك الخساره في المعركه، ولكن بعد تشجيع ارض ليها بتقوم وبتتشجع فبتفوز عليه، وبكده الكل اتصعد للنهائي. ولكن بعد المسابقه بيطلع ارض بره الحلبه، بتقابله جيني هناك وبتساله عن إيرينا وسيلفي، فبيقول لها انهم طلبوهم في المقهى علشان الزباين كتير وراحوا يعني. البنت اتحمست كده وقالت له طب تعالى معايا على المسابقه دي، واللي هي مسابقه اجمل شاب وانسه في الحفله. وبتقول له جيني انها عاوزاه يكون معاها، وكان واضح انها بتحب ارض جدا، فبيوافق ارض فعلا وبيروحوا هناك، وده علشان ما يزعلش جيني، وعلشان هيبقى في عادات كتيره هناك ويحميهم لو حصل هجوم او حاجه يعني. بيوصلوا فعلا وبيقف ارض مع الولاد، ولكن وهو واقف بيبص كده بيشوف ولد شكله مألوف، بيفتكره فعلا وبيعرف انه نفس الولد اللي كان ضرب جيني قبل كده. بيقول له ارض انت جاي علشان جيني ولا ايه؟ الولد اترعب كده وقال له بالله عليك ما تقتلنيش. ارض بيبص له كده وبيستغرب من زياده وزنه. الولد بيقول له ارض انا جاي هنا علشان اشجع ليلى مش اكتر، واللي هي البنت اللي كانت على المسرح وقتها. بيقول له ارض طب ايه اللي عمل فيك كده؟ الولد بيقول له بعد هزيمتك ليه شعرت بالاحباط وما عملتش حاجه غير الاكل يعني. فارض قال له تمام. وكانت جيني وقتها طلعت على المسرح وباين عليها الثقه والناس كلها بتهتف لها. بيبص لها الولد كده وبيقول هي باين عليها الثقه بعد ما عرفتك، انا كنت مجرد عائق عليها مش اكتر، انا عاوز اروح اعتذر لها ولكن ما عنديش الشجاعه لسه. بعدها بيقول انا ما يصحش افضل واقف اكتر من كده، وبعدين بيمشي، والواضح ان حالته النفسيه بقت متدمره جدا. المهم بيفوز ارض وجيني بمسابقه اجمل اتنين في الحفل. بيرجعوا على المقهى وبتزعل إيرينا من اللي حصل كالعاده، وبعدها بيبدا النهائيات. بتواجه اوليفيا ارض وبيهجم الاتنين على بعض وسط قوه جباره. ارض بيعمل حاجز علشان يفادي ضربات اوليفيا، ولكن في الاخر بيطيرها، وبيتم اقصاء ارض نتيجه استخدامه للسحر في مسابقه سيوف، واوليفيا بتفضل طايره مكمله. واخيرا بتيجي المعركه الحاسمه ما بين جيني وإيرينا. بيبدا الاثنين في الهجوم وكانوا في قمه الغيره من بعض، كل شويه واحده تقول انها بتحب ارض اكتر وبتاع، وارض محروق جدا ومستني المباراه تخلص بالعافيه. وفعلا بتخلص المباراه بفوز إيرينا على جيني. بيطلعوا هما الاثنين وبيبارك لهم ارض على ادائهم، ولكن وقتها بتقول إيرينا لجيني انها مش هتخليها تبص الارض تاني، ولكن جيني طبعا بتلغي الاتفاق. وفي الوقت ده كان الراجل المقنع بيبص عليهم وشكله ناوي يخلص عليهم، ولكن مستني تكه.
تاني يوم بيبدأ الجزء الثاني من المهرجان، واللي المفروض أرض فيه مع إيرينا وأصدقائه يعملوا مسرحية عن حياة ملك الشياطين فرفاتوس قبل ما يموت يعني. وفي الأول بيكون العيال متوترة، ولكن أدائهم في المسرحية بيكون كويس جدا وبتنبهر الناس بيه. ولكن أرض وهو بيأدي أدوار المسرحية بيفتكر حقيقة المعركة دي قبل كده، أيام ما كان بيقاتل هو وليديا، وكانت معركة صعبة جدا. القائد بتاع الأعداء كان قوي وصعب يتخلصوا منه في قتال عادل. وفي الوقت ده سيلفي طلعت وقالت لهم إنها هتقاتلوا معاهم، ولكن ليديا رفضت. بعدها وأثناء ما كانوا نايمين في يوم، سيلفي بتروح على فرفاتوس وبتقول له انتوا ما بتسمحوش ليا اني اقاتل معاكم ليه؟ انا اتدربت كتير علشان اقدر اساعد اختي ليديا. وكانت عينيها مليانه دموع، فصعبت على فرفاتوس وقتها وقال لها خلاص قتلي زي ما انت عاوزه وانا هتحمل مسؤوليه حمايتك. وبالفعل تاني يوم بتبدا المعركه الضاريه. قائد الاعداء كان قوي جدا وعلى وشك القضاء على ليديا، ولكن فجاه بتتفجر الارض تحت رجله بفعل فخ عملته سيلفي، وبتقدر ليديا انها تستغل الثغره اللي حصلت وبتقتل القائد بضربه واحده. بعدها بيروح الكل مبسوط وفي قمه السعاده، وبتنال سيلفي اكبر شرف في المعركه. نرجع بقى للمسرحيه واللي بتكون نجحت نجاح باهر، الكل بيسقف. ولكن فجاه سيلفي بتشوف بنت شبه اختها ليديا، فبتروح وراها علشان تنده عليها، ولكن ما بتطلعش هي. وقتها سيلفي بقت في قمه الحزن والحنين لاختها، ولكن فجاه بيدخل عليها الراجل المقنع، وبالمناسبه هو اللي كان بعت رساله تهديد راس الغول. بيبص لها كده وشكله ناوي يخرب الدنيا. بعدها بيكون ارض وجيني مستنيين سيلفي بره المدرسه علشان يعرفوا هي مالها وليه خرجت بسرعه بعد المسرحيه كده. بتيجي سيلفي فعلا وكان باين على وشها انها متعصبه. بتقول لارض انا عاوزاك بكره في فناء المدرسه. بتفكرها جيني هتعترف بحبها لارض ولا حاجه، وبتاخد ايرينا وبيروحوا علشان يتفرجوا. بيوصل ارض على مكان سيلفي وبيلاقيها ماسكه سيف كبير كده معاها، وباينه سيف اختها ليديا. بتعمل تعويذه وبتحرر الطاقه المختومه في الشجره اللي جنبها، واللي اتضح ان قوه السيف ده كانت مختومه فيها. بتقول سيلفي الارض انها هتقتله. بتستدعي سيفها التاني وبتهجم على ارض بكل قوتها. وقتها ارض بيطير بعيد علشان يفهم ايه اللي بيحصل، ولكن سيلفي بتطير وراه علشان تقتله. بيبص ارض لعينيها وبيعرف انها حصل لها غسيل دماغ. بيراقبهم الرجل المقنع من بعيد وبيكون في قمه السعاده من اللي بيحصل. واتضح انه لما اخد سيلفي ورا لها مشهد لاختها ليديا وهي بتموت على ايد فرفاتوس. ووقتها سيلفي وقعت على الارض من الصدمه وحلفت انها هتقتله. بتهجم سيلفي على الارض وبتنجح انها تعوره في ظهره، وبتفكر انها كده خلاص قتلته، ولكن كانت زعلانه علشان اختها ليديا مش موجوده لسه. بيجي جيني وايرينا علشان يوقفوا سيلفي، ولكن محدش بيقدر عليها. بتضربهم وكانها مش شايفه حد قدامها. بتهجم عليهم وكانت خلاص هتقتلهم، ولكن فجاه بيدخل عليهم ارض بعد ما حرر طاقته الكامله. بتشوفه سيلفي وبتتعصب اكتر. بتهجم عليه وبيحاول ارض يفادي الهجمات، ولكن ما كانش عاوز يأذي سيلفي، فما كانش بيهجم عليها بكل قوته. ووقتها بتستغل سيلفي الفرصه وكانت خلاص هتقتله، ولكن فجاه بتسمع صوت اختها ليديا وبتقول لها وقفي. بتوقف سيلفي القتال وبيرجع لها وعيها. بيظهر الرجل المقنع وبيقول لها واحده عديمه النفع وبيوقعها. بياخد الاسلحه منها وبيقول لارض لو هي مش عاوزه تخلص عليك فانا هقتلك. بيهجم على ارض بكل قوته، ولكن انت عبيط ولا ايه؟ ارض بيجرحه وبيطير دراعه في لمح البصر، ولكن الراجل ما بيستسلمش برضه وبيطير في الجو علشان يقتل ارض بالسيف التاني، ولكن السيف فجاه بيرفضه وبيصعد جسمه بالكامل. بيبص له ارض كده وبيقول له السيف هو اللي بيختار مين اللي يمسكه. بيمسك ارض السيف وبيتحكم فيه. بيعمل تعويذه كبيره جدا وبيخلص عليه نهائي. بعدها بيروح ارض علشان ياخد السيف التاني، ولكن فجاه بتطلع روح ليديا من جوه السيف بتاعه. بتروح على سيلفي وبتقول لها انت بتعملي كده ليه يا غبيه؟ انا مش عاوزاكي تلومي ارض على حاجه، عيشي حياتك الباقيه في سلام وفرح وانا دايما هكون مبسوطه. وبعدها بتختفي ليديا، وهنا سيلفي كانت في قمه الحزن والسعاده مع بعض. وبس لحد هنا بتنتهي الحلقه. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك. الله يا عم، سلام سلام سلام.